السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أخواتي الغاليات في فيديو جديد. فيديو اليوم راح يكون واحدة التحلية باردة رائعة ومناسبة لليالي الصيفية ولا الليالي رمضان. راح تكون يعني بواحد المكونات بسيطة جدا كما راكم تشوفوا. نحتاج فيها نص كاس فرينة، نص كاس سكر، ربع كوب نشا ولا المايزينا. نحتاج تاني فيها 75 جرام بودرة شونتيي، 50 جرام زبدة. بالنسبة للتزيين نحتاج بسكوي مرحي وفراولة، فقط هادو اختياريين للتزيين. تحبوا تقدموها هكذاك بلا والو، تحبوا تزيدوهم من الأحسن يكونوا، وأيضا لتر من الحليب. هذه هي المقادير اللي نحتاجوها. نبداو دركا نحضروا التحليه تاعنا. هاد التحليه هي اسرع تحليه ممكن تحضروها في حياتكم. اولا باش نقول لكم هي تحليه تركيه، يعني ماهيش من اختراعي يعني انا ذقتها من قبل في اسطنبول، كليتها درتها في داري شحال من مره، ودركا راح نديرها لكم نجربها لكم. هي نحضروا في الاول المهلبيه عادي بكل بساطه. هكذا نحركو قبل ما نحطو الاناء نتاعنا على النار. نجيبو الاناء اللي حنحطوه على النار، نحطو فيه الحليب بارد، نحطو فيه السكر، نحطو فيه الفرينه والنشا. البودره تاع النشا مازال نحطوها على النار، ومن بعد نبداو يعني النار متوسطه، نبداو نحركو ما نتوقفوش حتى نشوفوا الخليط تاعنا ثقال. وراهو ياخد 5 دقائق، يعني اذا وصل 5 دقائق تمتم يثقال تمتم وهو وجد معنا كيما راكم تشوفوا. هنايا انا الحاجه اللي ما وريتها لكمش، نسيت ما صورتهاش، هي لافاني. تزيدوا ملعقه صغيره نتاع لافاني. هذا مكان، شوفوا هذا هو الشكل ولا هذا هو القوام اللي رانا باغيينه. تقدروا يعني اذا ماكم حابين تزيدوا لها حتى حاجه كيما راهي هكذا، يعني بعد ما نزيدوا لها الزبده هادي، نزيدوا لها الزبده ولافاني ملعقه صغيره، نحركوهم وسي بون تكون جاهزه عندنا. ما تزيدوا لها حتى حاجه، ديريكتومون فرغوها في كؤوس ولا الاواني اللي راكم حتقدموا فيها، وحطوها في الثلاجه نتاعكم وخلاص راهي جاهزه. تحبوا تزينوها باي فواكه اخرى، تحبوا تزيدوا لها شوكولا مثلا، ولا مثلا يعني انتم احرار في الاضافات اللي راكم حابين تزيدوهم. انا راح ندير لكم هذه الطريقه هذه اللي هي معروفه بزاف في اسطنبول ولا في تركيا، يقدموها بزاف في المحلات نتاع الحلويات عندهم، وهما يديروها ثاني بزاف عندهم. وعجبتني لانها سهله ما تاخذش وقت، خصوصا في شهر رمضان الكريم. نحبوا نبعوا، نحبوا نديروا الاطباق العديده، مي نحبوا تاع يلا يلا سهلين سريعين. هذه واحده من الامور اللي راح تسهل عليكم بزاف بزاف. هنايا بعد ما وصلت للقوام اللي راني حباته، درتها في اناء واحد اخر. لازم نحيوها من الاناء الاول اللي يكون مازال ساخن، نديروها في اناء واحد اخر. زدت لها بودره الشونتي، وهنايا راح نخدمها بالباتور نتاعي ل5 دقائق. هذا مكان يعني حتى نشوف باللي هذيك البودره هذيك امتزجت جيدا مع الخليط نتاعي. وهي ساخنه، انا هنا ما خليتها لا بردت لا والو، ديريكتومون درتها وبديت نخدم فيها، يعني ما تستناوهاش حتى تبرد. بهذه الطريقه هذه 5 دقائق بالعدد. انا هذه التحليه هذه كيما راهي ما داتليش يعني ما وصلتش 20 دقيقه، وجدتها تمتم وانا كملت. هنا نجيب هاد الكؤوس هادو اللي حنقدم فيهم. راح ندير الطريقه هذه، نحط الفراوله هي اللي قطعتها هكا شرائح رقيقه، ونحطها من الاسفل انها من بعد كي نزيدوا الكريمه راح تبان هكذا الشرائح نتاع الفراوله في الكاس، راح يعطي واحد الجمال للتحليه تاعنا. وتعرفوا عيننا تاكل قبل قبل فمنا فيعني كي نشوفوا حاجه شابه نزيدوا نشهاوها اكثر وتعجبنا اكثر. هكذا درت الفراوله هي الاولى، وراح ندير الكريمه نتاعي ولا المهلبيه نتاعي. ندير طبقه منها وهي مازالت ساخنه، ومن بعد راح ندير يعني هنا بالملعقه راح نعدلها اولا، نسقمها من فوق، ومن بعد ندير واحد الطبقه نتاع البسكوي. بالنسبه للبسكوي تقدروا تستعملوا اي نوع نتوما تحبوه. انا استعملت هنا واحد النوع اللي يجي يعني ما فيه لا كريمه لا شوكولا لا والو، هو يجي بالجلجلان، يجي بنين. انا يعجبني الطعم نتاعو فحبيت هو اللي رحيته
ودرتو من فوق. يعني تستعملوا اللي ما يكونش فيه لا كريمه لا شوكولا، يعني النوع هذاك راح يجيكم معجن. هكذا ترحيوه غبره وديروه. يمكن تقولوا يعني علاه بسكوي ونرحيوه، مي صدقوني راهو يعطي بنه رائعه للمهلبيه. هنايا كيما شفتوا درت طبقه واحده نتاع البسكوي، هذا ما كان. هنا راح ندير لكم كوب واحد اخر، حندير لكم زوج طبقات، وشوفوا تاني كيفاش تجي شابه التحليه تاعنا بزوج طبقات من البسكوي. كيف حنحط الفراوله هي الاولى. مهلبيه تقدروا ثاني ديروها بالبنان، تجي ثاني بنينه بزاف، مي هي معروفه بالفراوله. هكذا راح ندير كميه قليله نتاع المهلبيه، يعني باش ما نعمرش الكاس نتاعي، باش نقدر نزيد ندير طبقه اخرى نتاع المهلبيه من فوق. فدرت طبقه اولى هكذا نسقمها بالملعقه نتاعي، ومن بعد راح ندير طبقه اولى نتاع البسكوي. البسكوي ديروا وترفدوا الكاس وشوفوا من الجوانب اسكو تبان الطبقه نتاع البسكوي ولا لا. يعني حتى لكن يعني هاد الطبقه الاولى نتاع البسكوي تقدروا في الوسط ما تديروش، تديروا فقط في الجوانب، وباش تبينوا انه كاينه الطبقه نتاع البسكوي. انا درت لاني قلت لكم البسكوي هذا بنين مليح ويعجبني، فما تصوروش طعمه شحال جبنين مع الكريمه هذه ولا مع هذه المهلبيه. يعني احرصوا انه تكون الطبقه نتاع البسكوي في الكوب من الخارج. شوفوا انا نخدم ونرفد هكذا الكاس نشوف باللي الطبقه راهي باينه ولا لا. هكذا كي درت الطبقه هذه جاتني بيان. درك راح نزيد طبقه واحده اخرى نتاع المهلبيه، كيف راح نسقمها بالملعقه. وبعدها راح نضيف واحد الطبقه ثانيه من البسكوي، حيكون من فوق هو الطبقه الثانيه. وانا عجبتني هذه الطريقه، هذه جات شابه اكثر. ومن بعد الحبه نتاع الفراوله اللي كنت قطعتها بهذيك الطريقه وحطيتها من فوق. وهذه هي التحليه تاعنا كما قلت لكم سريعه، ما ديتليش 20 دقيقه. يعني انا مع التصوير تعرفوا التصوير عنده شويه هكذا فيه شويه خدمه عليها، طولت. يعني لو كما كنتش نصور كنت في 10 دقائق انا كملت. بهذه الطريقه. ونحط الفراوله تاعي حبه من فوق. انا زينتها بهذه الطريقه، نتوما تزينوا بالطريقه اللي تعجب لكم. اكيد نمسحوا الجوانب. هذه هي. وشوفوا ها هي كي الطبقه نتاع البسكوي كيفاش تبان بهذا الشكل هذا. شابه، سواء درتوها للضياف، درتوها لكم في رمضان، ولا حتى في الليالي الصيفيه. بعد ما كملت انا تقريبا يعني كي خليتها زادت دفات هكذا شويه، ما دخلتهاش للثلاجه ديريكتومون هي ساخنه، خليتها بردت على الحراره نتاع المطبخ، ومن بعد دخلتها لمده ساعه. يعني انا برك حبيتها تكون بارده، يعني ناكلها بارده. انما نتوما تقدروا تحطوها في المطبخ وتاكلوها من بعد الوقت اللي حبيتو، حتى لكان كليتوها ساخنه مليحه تاني. انما يعني هي مليحه كي تكون بارده، تتكل بارده احسن. هذا هو الطبق تاعنا تاع اليوم، هذه هي التحليه تاعنا تاع اليوم اللي حبيت نشاركها معكم. نتمنى تكون نالك الاعجاب نتاعكم. نتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله. اذا كنتي زائره للقناه ماذا بك تشتركي في القناه، اضغطي زر الاشتراك، فعلي الجرس، ونستنى تعليقاتكم، آرائكم، أسئلتكم كلها نتقبلها ونستقبلها ونرحب بها بكل صدر رحيب وبكل محبة واحترام. نتلاقى في الفيديو القادم. السلام عليكم.